أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنبينا محمد وارحمه وبارك عليه وعلي مقامه وارفع درجته وجميع المؤمنين. وبعد نواصل مع حلقات الفرق بين الصلاة في كتاب الله وفي الروايات، ونتناول اليوم وقت صلاة العشاء. أولا، من المعلوم أن تسمية صلاة العشاء لم تذكر إلا مرة واحدة في كتاب الله، في آية العورات المذكورة في سورة النور، عند قول الله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من قبل صلاة الفجر. وهنا ذكر صلاة الفجر كما نلاحظ. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم تذكر صلاة الظهر أو العصر أنها غير موجودة بكل بساطة. ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، وذكر هنا صلاة العشاء كما نلاحظ. أما في آية أوقات الصلاة المذكورة في سورة الإسراء، فقد عبر عن صلاة العشاء بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من وقت غروب الشمس إلى أن يحل الظلام. وهذا هو وقت صلاة العشاء، صلاة الطرف الثاني، وهذا ما سنثبته اليوم إن شاء الله. وكنا عن صلاة الفجر بقوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ذكر صلاة الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. أما الآية الأولى المذكورة في سورة هود، وهي قول الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فقد عبر عن صلاة العشاء والفجر بأنهما صلاتي طرف النهار، أي الفجر هي طرف النهار الأول، والعشاء طرف النهار الثاني، وزلفا من الليل صلاة الليل. نعم. وفي هذه الحلقة سوف نتناول وقت صلاة العشاء من كتاب الله، كذلك نعرج على وقت صلاة الفجر. نبدأ على بركة الله مع المعاجم العربية. أولا نبدأ ببعض المعاني من اللسان العربي. معاني كلمة العشاء: العشي، الآصال، الغدو، البكرة. وهذه الأوقات هي المذكورة في كتاب الله، والتي قرنت بذكر الله، والتي هي إشارة للصلاة إن صح التعبير. هنا في المعجم الزائد: العشاء هو أول ظلام الليل. كذلك العشاء من المغرب إلى العتمة، كما نلاحظ من المغرب إلى العتمة هذا هو آخر النهار، أو صلاة طرف النهار الثاني، كما ذكرنا في الحلقات الماضية، ورابط الحلقات في صندوق الوصف. نعم. فلدينا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي أول النهار وآخر النهار. كذلك لدينا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والدلوك هنا هو اصفرار الشمس وميلها للغروب، إلى غسق الليل إلى ظلام الليل، أي من بداية الغروب إلى أن يحل الظلام، وهو آخر النهار حقا، وهو طرف النهار الثاني، وهو صلاة العشاء. كما نلاحظ هنا: العشاء من المغرب، أي من وقت غروب الشمس، إلى العتمة، أي إلى الظلام. وهذا يتناسب مع قول الله في هاتين الآيتين التي ذكرناهما آنفا، وهما آيتي أوقات الصلاة المحكمتان، لأنهما تبتدئان بقول الله: أقم الصلاة، كما نلاحظ: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. والآية الثانية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إلى آخر الآية. كذلك لدينا معاني العشي، والعشي هو وقت صلاة العشاء. عشي، عشاء. من معاني العشي في اللسان العربي لدينا هو أول ظلام الليل، المعجم الزائد: العشي من المغرب إلى العتمة، نفس المعنى الذي ذكرناه سابقا. كذلك العشي هو آخر النهار، معجم اللغة العربية المعاصر. وقت صلاة العشاء من دلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من قبيل غروب الشمس أو من غروب الشمس إلى أن يحل الظلام، إلى العتمة كما نلاحظ، وهو حقا آخر النهار. فعندما يحل الظلام، أي العتمة، هنا نقول أن النهار قد انتهى والصلاة قد انتهت، أي صلاة العشاء. فنجد الله يقول في كتابه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كما نلاحظ هنا إشارة إلى أوقات الصلاة، أوقات صلاة طرفي النهار، الفجر والعشاء. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي آخر النهار، يريدون وجهه. نعم، إشارة إلى الصلاة. كذلك لدينا الأصال، وهو جمع الأصيل، وهو آخر وقت من النهار في المعجم الوسيط، وهو وقت اصفرار الشمس قبل غروبها، كما نلاحظ هو وقت الدلوك. الدلوك أيضا كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن دلوك الشمس من معانيها، والمعنى الشائع والصحيح الذي يوافق كتاب الله هو قبيل غروب الشمس، اصفرار الشمس وميلها إلى الغروب. كذلك الأصيل هو وقت اصفرار الشمس قبل غروبها، وهذا إشارة إلى صلاة طرف النهار الثاني، أو بداية صلاة طرف النهار الثاني. ومن الآيات التي ذكرها الله في هذا آية سورة النور، التي تتحدث عن بيوت الله، عن الصلاة في المساجد، عند قول الله:
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخر الآيات. كما نلاحظ بالغدو والآصال أي أول النهار، طرف النهار الأول صلاة الفجر، والآصال إشارة إلى طرف النهار الثاني صلاة العشاء، وتبدأ بدلوك الشمس أي هو وقت الأصيل هنا وقت اصفرار الشمس قبل غروبها. نعم. كذلك لدينا معاني البكرة والغدو، وهي صلاة طرف النهار الأول أو صلاة الفجر إن صح التعبير. فلدينا في اللسان العربي البكرة أول النهار إلى طلوع الشمس في المعجم الوسيط، من أول النهار إلى أن تطلع الشمس، أي من ظهور أول ضوء النهار إلى أن تطلع الشمس. نعم، وهو طرف النهار الأول، وهنا يكون وقت صلاة الفجر. كذلك الإبكار هو الغدوة، هو أول النهار إلى طلوع الشمس، المعجم الوسيط. لدينا البكرة هي الغدوة لسان العرب، غداة وقت ما بين الفجر وطلوع الشمس. نعم، نفس المعنى. واستدل بقول الله لدينا هنا في معجم اللغة العربية المعاصر، قال يسبح له فيها بالغدو والآصال أوائل النهار وأواخر النهار. كما نلاحظ أوائل النهار وآخر النهار، أول النهار وآخر النهار، طرفي النهار، صلاة الفجر والعشاء. فكما نلاحظ فاللسان العربي يحتمل على هذه المعاني الموجودة في القرآن، والتي هي بدورها تتطابق مع قول الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي أول النهار وآخر النهار. كذلك مع قول الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا هو طرف النهار الثاني صلاة العشاء، من وقت اصفرار الشمس وميلها للغروب إلى العتمة، وهذا حقا وقت نهاية النهار، فيبدأ الليل يلج شيئا فشيئا، يولج الليل في النهار إلى أن ينتهي النهار نهائيا ويحل الظلام، فتكون الصلاة قد انتهت، صلاة العشاء أو صلاة العشي آخر النهار كما ذكرنا منذ قليل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فنقابل الفجر بالعشاء وتكون من أول ظهور ضوء النهار إلى أن تطلع الشمس. وهذه من معاني البكرة والغدو كما رأينا منذ قليل، والله أيضا ذكرها في كتابه كما لاحظنا. فالآيات إذن تشير إلى هذه المعاني الموجودة في هاتين الآيتين المحكمتين اللتين تبتدئين بقول الله أقم الصلاة. فهاتين هما الآيتان المحكمتان الذي يجب على المسلم أن يتبعهما في كتاب الله الذي هو تبيان لكل شيء، والتي آياته بينات. فهذه الأوقات التي ذكرها الله للصلاة كما نلاحظ، ولا يجوز أن نخترع أوقات أخرى، طرفي النهار أي أول النهار وآخر النهار. ولدينا صلاة من الليل، فتكون صلاة أول النهار صلاة الفجر من أول ظهور ضوء النهار إلى أن تطلع الشمس، وصلاة العشاء صلاة طرف النهار الثاني تبدأ من غروب الشمس، قبيل غروب الشمس دلوك الشمس، إلى أن يحل الظلام، وبهذا ينتهي النهار، وهي صلاة طرف النهار الثاني صلاة العشاء. ولدينا صلاة من الليل كما ذكرنا في الحلقات الماضية. نعم، هذا ما أردت أن أشاركه معكم في هذه الحلقة، أرجو أني قد وفقت في إيصال الفكرة. هذا والله أعلم. اللهم اغفر لنبينا محمد وارحمه وبارك عليه وعلي مقامه وارفع درجته. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.